قبل ما ابدا الفيديو كنت عاوز اقول على حاجه صغيره كده، وهي كل الدعم لاخواتنا الفلسطينيين ايا كان في غزه او في رفح او في اي حته، ويا رب ينصرهم على اعدائهم، ويا رب يا رب يقويهم. انا عارف ان هي متاخره مني ان انا اقول الكلام ده، بس فعلا الفيديوهات اللي انا نزلتها كانت فيديوهات قديمه كانت متسجله قبليها. يعني لو قدرت ان انت تساعدهم من خلال انك تتبرع ليهم او حتى تدعي لهم، فده هيبقى افضل ليك. وبس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. سبق قبل كده وعملنا فيديو كان أسوأ ألعاب اقتبست من أفلام، بس المرة دي هنتكلم عن أفضل ألعاب اقتبست من أفلام. أكيد طبعا مش كل الألعاب اللي اقتبست من أفلام فهي وحشة، لا، في نوادر منها أو ألعاب ممكن نصنفها إن هي فعلا ألعاب حلوة بمستوى الفيلم يعني. وبدون كلام كتير، لو أنت مهتم بالحوار ده اعمل لايك، ولو أنت لسه مش مشترك معايا في القناة اشترك معايا في القناة، ونبدأ مع بعض بأول لعب، واللي فيه ناس كتير هتختلف معايا فيها، وهي لعبة باتمان بيجان. Batman's coming. اللعبة نزل سنة 2005 وعلى البلاي ستيشن 2. الفيلم كفيلم كان حلو، والممثل اللي عمل دور باتمان كان كويس، بس كل ده كوم، واللي عمل الشرير ده كوم تاني. تمثيله كان جميل جدا وجامد. انا فعلا مش فاكر اي حاجة من الفيلم ما عدا الفيلن، لسه فاكره لغاية دلوقتي. المهم ورنر براذر طلبوا ان هم يعملوا لعبة على الفيلم. لما شفتها اول مرة قلت ان اللعبة هتطلع كارثية، لان سمعة الافلام اللي بيتعمل لها العاب مش حلوة، ودايما بيكون غرضهم فلوس وبس، مش مركزين في المنتج اللي هيقدموه. بس انا اتفاجئت من اللعبة كانت حلوه. وبالمناسبه لسه عندي اللعبه دي على البلاي ستيشن 2 لغايه دلوقتي. وشوش الشخصيات كانت معموله كويس، الرسوم والجرافيك ما كانش اقوى حاجه بس كان حلو. بس عندي تعقيب صغير، بس يعني حاجه صغيره كده، هو ليه باتمان بيمشي بالشكل ده؟ انت ليه حاسسني ان هو عنده تسلخات وده كوم وهو بيطلع السلم كوم تاني؟ يعني تحس ان هو ماشي، بص عامل ازاي وهو طالع على المواسير برضه بيتمرجح يمين وشمال كده. بس مع ذلك ما اثرش على اللعبه ان هي تبقى لعبه وحشه، لا بالعكس، اللعبه حلوه وعجبتني واستمتعت بيها. هو مش بنفس مستوى اركام سيتي او اركام نايت، بس على الاقل قدم جزء يتلعب. واللعبه دي كمان فيها انك تركب العربيه بتاعته، العربيه اللي شبه عربيه المدرعه دي، والسواقه في اللعبه كانت حلوه مش معوقه ولا حاجه. وبس كده، ما اقدرش اقول اي مميزات تانية غير المميزات اللي قلت، بس هيظل برضه لعبه حلوه مش وحشه. اللعبه التانية معايا وهي لعبه كينج كونج. اللعبه دي مميزه بالنسبه لي لانك انت في اللعبه هنا بتلعب بكينج كونج وبتلعب بجاك، وجاك ده هو اللي انت هتلعب بيه في غابه، ومهمتك اللي انت تسرفايف الغابه دي، يعني ان انت تبقى على قيد الحياه وكده. فاللعبه بتقدم فيرست بيرسون وثيرد بيرسون، ومش زي لعبه ترمينيتور اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، اللي هو مثلا وانت بتلعب شوتنج تلاقي نفسك فجاه بتلعب فايت. انما دي بيخليك تلعب بكاركترين بس هما الاثنين بيكملوا القصه مع بعض في اللعب، يعني ما بيفصلكش، ما بيحسسكش ان انت بتلعب لعبه تانية غير اللي انت بتلعبها. يعني باختصار، اللعبه على السنه اللي نزل فيها كانت لعبه كويسه ومقبوله جدا. وكمان في اللعبه دي فيها نهايات تانية، وهي انك هتنقذ كينج كونج وهتوديه للمكان اللي هو كان فيه، هتوديه للغابه يعني اللي هو كان فيه. مش اقوى لعبه في العالم بس مش وحشه برضه. اللعبه الثالثه وهي لعبه ذا ووريرز. مش هكدب عليكم، انا ما جربتش اللعبه دي قبل كده، بس في ناس كتير اشادت بيها وقالوا ان هي لعبه عظمه. اللعبه مقتبسه عن فيلم سنه 79، وهي عباره عن عصابات بيضربوا في بعض، ولكن روك ستار حبت ان هي تاخد المغامره دي وتعمل لعبه مقتبسه من الفيلم ده. عاده شركات الالعاب لما بتعمل حركه زي كده بتبقى شركه مش قد كده في تطوير الالعاب، او مثلا بتستغل اسم الفيلم عشان اللعبه بتاعتها تنجح، انما مش شركه كبيره زي روك ستار. فكانت حاجه غريبه كده روك ستار عملتها، وبالفعل اللعبه نزلت سنه 2005. انا مش عارف في ايه يا جماعه، هو القايمه كلها 2005 ولا ايه؟ واو، اللعبه كانت حلوه، تحسها واخده سن البولي كده شويه. اللعبه عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتضرب في العصابات التانية، يعني لعبه فايت كده، بس مش الفايت اللي في دماغك، يعني مثلا مش واحد قصاد واحد زي تيكن وستريت فايت والكلام ده، لا، هو انت مع العصابه وبتضربوا في بعض حرفيا في الشارع، وبتاخد عصايه وبتضرب بيها، يعني خناقه شوارع يعني. وتعليق الناس على اللعبه دي كانت ايجابيه، فعشان كده قلت ان انا احطها في القائمه ده اكيد. يعني اللعبه الرابعه معانا وهي لعبه العش، يعني عن نفسي انا هي افضل لعبه في القائمه، وهي لعبه لورد اوف ذا رينج ريتيرن اوف ذا كينج اللي نزل سنه 2003. اللعبه دي ليها ذكريات معايا جميله جدا، مش هتصدقوا لو انا قلت لكم ان انا قعدت العبها تقريبا سنين وما زهقتش منها، لدرجه ان انا اتكلمت عنها في القناه. لو انت لسه ما شفتوش ممكن بعد الفيديو تشوف. مميزات اللعبه دي من وجهه نظري وهو انه بينوع لك في المراحل. المرحله الاولانيه هو ولكن من بعد المرحله الثانيه بتقدر تلعب بثلاث شخصيات او بثلاث قصص يعني مختلفه، وكل واحده فيهم بتمشي في لاين مختلفه على القصتين اللي معاها. الفكره دي كانت جديده بالنسبه لي، يعني انت لو زهقت انك تلعب مثلا بشخصيه معينه ممكن تنقل على قصه تانية او بشخصيه تانية، ما فيهاش اي مشاكل. الجرافيك بتاع اللعبه مقبول على السنه اللي نزل فيها، التحكم اللي في اللعبه سلس وما فيهوش اي مشاكل. يمكن العيب الوحيد اللي بالنسبه لي وهو الكاميرا او وضعيه الكاميرا اللي في اللعبه، مش
عارف، انا ما بحبش يا جماعه الكاميرات الثابته، ما بحبش انا شغل ريزيدنت ايفل دي. يعني انا بحب جدا الكاميرا تبقى ورا الشخصيه وانا بلعب. والحاجه برضو اللي بتميز اللعبه دي وهو ان المراحل ما بتبقاش سهله، بتبقى صعبه. انا كان في مراحل ما كنتش بعرف اعديها خالص، انا اتعقدت وانا صغير، زي مرحله الفيل والمرحله الاخيره، انا ما كنتش ملاحق اضرب مين ولا مين. ولو انت عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن اللعبه دي زي ما انا قلت لك، ممكن تروح تشوف الفيديو اللي عملته عنها. اللعبه الخامسه معانا وهي لعبه سبايدر مان الجزء الثاني. لا مش ده، انا قصدي النسخه بتاعت بلاي ستيشن 2. انا عارف ان كل قائمتي بلاي ستيشن 2، بس انا فعلا عشان بحب الجهاز ده جدا، بحب بلاي ستيشن 2، فيها كميه العاب انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي، يعني حاجه ما اقدرش ارميها. لا انا ممكن حد يقول لي طب ما يا اسطى، ما لعبه سبايدر مان الجزء الثاني في النسخه دي ما بتتكلمش على الفيلم قوي، كلها مراحل مالهاش علاقه بالفيلم او اغلبها يعني. وخليني هنا اقول لك على حاجه، القائمه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي او اغلب الالعاب دي اذا ما كانش كلها ملهاش علاقه بالفيلم بشكل مباشر، بس انا بتكلم على فكره اللعبه. فكره اللعبه مقتبسه من فيلم، اذا فهنقيمها ان هي مقتبسه من فيلم. مش لازم يبقى اللعبه كوبي بيست من الفيلم، فاهم قصدي؟ يعني مستحيل تلاقي لعبه من فيلم واخده كوبي بيست بالحرف، الا بقى لو هي ما عندهاش افكار خالص. انا بقول الجزء ده انا شايفه نقطه تطور في العاب سبايدر مان اللي بعد كده، لان هم صلحوا السوينج وخلوه بشكل سلس على عكس الاجزاء اللي فاتت، تحس ان المطورين كان بيسقطهم الحته دي. فانا شايف ان اللعبه دي كانت سلسه وحلوه على السنه اللي نزل فيها. الجرافيك برضو مش اقوى حاجه، بالعكس الجرافيك بشع جدا في اللعبه دي، بس انا هنا بتكلم على الجيم بلاي. الجيم بلاي ممتع وحلو جدا، والغريبه ان انت مش هتحس بملل خالص وانت بتلعبها. هو بس اكتر حاجه كان يهرني اللي انا كنت بلعب اللعبه دي لما ما كانش عندي السيف ميموري، لو عارفينها اللي هي بتاعت بلاي ستيشن 2 دي، اللي هي بتحفظ لك المراحل وكده، فكنت اضطر اعيد اللعبه من اول وجديد كل مره. اكتر حاجه معصباني في بلاي ستيشن 2 الحته بتاعت الميموري. فنصيحه لاي حد ما جربش اللعبه لغايه دلوقتي، جرب اللعبه وعلى ضمانتي اللعبه حلوه جدا على فكره. اللعبه السته معايا في القائمه وهي لعبه ذا بانش. يا لهوي على اللعبه دي، ده يكفي ان لويش اتكلم عنها. شوف بقى اللعبه دي جامده قد ايه. بس بعيدا عن هزار، اللعبه حلوه جدا وممكن تعمل كذا حاجه في اللعب، زي انك مثلا عاوز تاخد اعترافات من الناس، او القتال وان انت بتضرب اللي قدامك كده. كمان الميزه بتاعت الشوتنج اللي بيقدمها اللعبه دي كانت كويسه، وحركه الكاميرا كانت سلسه. بص اللعبه فيها كذا حاجه ما اقدرش اغطيها في الفيديو ده بصراحه. وبالنسبه لي انا شايف ان الشخصيه دي اكتر شخصيه اندر ريتد في مارفل، محدش بيتكلم عنه خالص، مع ان شخصيه جامده وحبيتها، لانه ببساطه مش سوبر هيرو، هو شخصيه عاديه بس عنيف، ما بتخافش من حد. وقصه الشخصيه دي هي انتقام، بينتقم من ناس معينين اذوه. طبعا مش هقدر احرق لك الفيلم لو انت ما اتفرجتش عليه، ممكن تروح تتفرج عليه، بس انا بصراحه ما كنتش هبقى مرتاح لو انا ما حطيتش اللعبه دي في القائمه. من هنا بقى نوصل لمرحله التوب 3 كافضل العاب مقتبسه من افلام من وجهه نظري. نيجي على المركز الثالث معانا وهي لعبه ذا ماتريكس باث اوف نيو. اللعبه ما كنتش متوقع ان هي تبقى قويه بالشكل ده. في ناس ممكن تختلف معايا الراي، يقولوا لي طب عادي يا بستول، ما هي لعبه حلوه بس مش افضل حاجه يعني. بس انا بصراحه من وجهه نظري انا شايف ان دي اكتر لعبه استغلت الفيلم صح، وهي اللي عملت مميزات في اللعبه، زي مثلا السلو موشن، زي ضرب الاعداء مثلا، والحركات اللي بيعملها الشخصيه. حتى الشوتنج في اللعبه كويسه جدا، بالعكس اللعبه ما بوظتش من قصه الفيلم. لعبه استمتعت بيها جدا، وخصوصا لما كنت بتخانق مع الناس. يعني انا ساعات بسيب السلاح واقعد اضرب بقى، واللي بيطير واللي مش عارفه بيعمل ايه، تحس ان انا جوه فيلم هندي. فدي بصراحه الميزه اللي خلتني احطها في المركز ده، يعني ان هو مميز فريد من نوع. ونيجي دلوقتي على المركز الثاني معانا وهي لعبه اكس مان اوريجينز وولفرين. لو عاوز لعبه عنيفه بص وتخش تقطع في الناس كده، وفي نفس الوقت ما يبوظلكش قصه الفيلم في دماغك، العب اللعبه دي. لما شفت اللعبه لاول مره قلت ان هم هيبوظوا اكيد من الفيلم، لان زي ما قلت لكم انا ما بثقش في اي لعبه متاخده من فيلم، حاسس كده ان هي تخيش. بس اللعبه دي ما خيشتش خالص، مش المبيعات الواو ولا الايرادات الجامده، بس برضو اللعبه دي حلوه. يمكن العيب الوحيد هو زوايا الكاميرا، برضه ساعات بتبقى الشخصيه بعيده، ساعات بتبقى الشخصيه قريبه قوي، الكاميرا نفسها مش حلوه قوي يعني انا بصراحه متخيل لو اللعبه دي كانت نفس الكاميرا بتاعت اركم سيتي مثلا، كانت هتبقى حاجه خرافيه. لعبه قويه جدا وانصح اي حد انه يتفرج عليها. ويجي السؤال هنا وهو هل اللعبه افضل من الفيلم؟ انا عارف ان السؤال غريب شويه، بس في حد كان يوتيوبر يعني اتكلم عن الحوار ده. من وجهه نظري انا كبستول، انا شايف ان هما الاثنين باسلوب مختلف شويه. يعني انا بحب الفيلم ده جدا، الجزء ده من وولفرين انا بحبه جدا، كان بيجي على ام بي سي 2، كنت بتفرج عليه زمان وانا صغير، فليا ذكريات معاه جميله. انما كمين الافضل وكده لا، انا شايف ان ده حاجه وده حاجه، بس اللعبه اكشن ومش هتزهق منه ابدا. اللعبه نازله على الاكس بوكس وبلاي ستيشن وكمان على الكمبيوتر لو انت حبيت ان انت تحملها يعني، وانصحك بشده انك تجرب اللعب. ونيجي دلوقتي على المركز الاول كاقوى لعبه اقتبست من فيلم من وجهه نظري انا، عشان انا عارف ان في ناس هتختلف معايا في التعليقات، بس عادي ممكن تكتب تحت في التعليقات ايه المركز الاول اللي انت شايفه هيبقى أحسن. وهي لعبه ماد ماكس. لو اتكلمنا عن الفيلم فكرته مختلفه ومميزه عن اي فيلم تاني، ان هم يعملوه
ولعبه، فدي حاجه صعبه جدا وكتير ممكن يقدش معاها. محدش يفهمني غلط على ان انا اخترت اللعبه دي المركز الاول، ولا انت بستول بتقيم على اساس الجرافيك بس. وصدقني الكلام ده مش حقيقي، انا ما بحطش في القايمه دي العاب غير الالعاب اللي انا استمتعت بيها فعلا وكان الجيم بلاي بتاعه حلو. انا شايف ان اهم حاجه هو الجيم بلاي نفسه مش الجرافيك. ما بحطش اللعبه دي في القايمه غير لما انا ببقى متاكد ان انا استمتعت بيها. فلعبه ماد ماكس مش بس قدم لي جرافيك كويس والكات سينز والفويس كان عالمي، لا بل كمان قدم لي جيم بلاي ممتع. يمكن بس العيب الوحيد هو السواقه، لان انا بحس لا مش بتحكم في السواقه قوي يعني، بس انا ما يهمنيش اللعبه حلوه وممتعه واستمتعت بيها، واصنفها كمركز اول في القائمه دي، لان هي اولا تفوقت في جرافيك وفي الكات سينز والاداء الصوتي وكمان الجيم بلاي. واكتر مرحله كنت بحب اعيدها في اللعبه دي وهو انه لما يخش المترو اللي هو المهجور ده ويقعد يسمع اصوات من حواليه انه في حد جوه مع ان المترو فاضي. حته برضو الكشاف اللي بيعلقها في كتفه، يعني تحس كده جو لاست اوف اس كده في نفسه. واللي يعرفني كويس هيعرف ان انا متعلق جدا بلعبه ذا لاست اوف اس، فان يبقى في لعبه شبهها نوعا ما، مش بقول ان هو شبهها جدا، لا بقول نوعا ما كويسه، واي حد جرب اللعبه دي هيكون فاهم انا قصدي ايه. فهي لعبه كويسه وحلوه جدا وتستحق كمان ان هي تبقى المركز الاول. اكتب لي تحت في التعليقات لو انت شايف ان في لعبه تستحق ان هي تبقى في القائمه دي وما قلتهاش. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. شكرا جدا جدا لو انت وصلت لغايه هنا على المتابعه. كل الدعم لاخواتنا الفلسطينيين، يا رب يعني ينصرهم على اعدائهم، وسلام عليكم.